لازم يكون في فريزر كل تلاجة البرطمان ده. الخلطة اللي في البرطمان دي تنفع كل الأكلات حرفيا. البرطمان ده متورث عندنا من أيام جدتي. الكبة بتاعتنا نحط فيها توم وفلفل أصفر وفلفل أحمر وفلفل أخضر، وضروري ضروري الفلفل الأحمر ده يا جماعة عشان بيدي طعم ونكهة ولون للخلطة خطير، وطبعا شوية من الملح وما بنضيفش زيت. نفرم الكلام ده كويس، نعبيه في برطمان ازاز ويكون بيتقفل كويس ونحطه في الفريزر. تعالوا اوريكم بقى الاكلات اللي بنستخدم فيها الخلطة اللي في البرطمان: طاجن البامية، شوربة العدس اللي ما نقدرش نستغنى عنها، وكمان القرنبيط المقرمش الكريسبي، الجمبري المقلي زي ما انتوا شايفين كده وحلاوته، ولا الجمبري الباترفلاي خطير، وكمان البتنجان المقلي وهو ده الملك معانا، وكمان السمك المشوي اللي احنا بنشويه في البيت من غير دخان خالص، وكمان السمك الروسي اللي بيتعمل صينية في الفرن، وكمان السمك المقلي والسنجاري والبطارخ الخطيرة اللي انتوا شايفينها دي. لو عايزين طريقة وصفة ازاي نعمل أكلة سمك محترمة وحبة بطارخ حلوين كده اكتبولي في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له شير واكتبولي بتستخدموا الخلطة دي في ايه.